انا لسه متجوزه من 4 شهور وجوزي سافر من شهر تقريبا. امبارح الظهر جوزي اتصل بيا ويا دوبك لسه برد بقول الو لقيته بيزعق فيا بسبب ان امه قالت له ان كنت بنشر الغسيل في البلكونه وانا لابسه البيجامه من غير طرح، مع اني كنت بنشر الصبح بدري وما كانش في اي حد في الشارع، وانا من طبيعتي مش بعمل كده خالص، بس الغسيل كان من بالليل وخفت ريحته تتغير فنشرته الصبح، وفعلا امه شافتني وانا شفتها، بس كان المفروض تنصحني بدل ما تروح تقول له. المهم وانا بكلمه لقيته بيقول لي انت حصل منك كذا كذا، قلت له ايوه، ولسه بكمل كلامي لقيته بيقول لي وشعرك كان باين، قلت له ايوه بس الجو كان حر وما كنتش طايق احط حاجه فوق راسي، وبعدين دي شقتي وانا حره فيه. الصراحه صوتي عالي بسبب نرفزته عليا وقلت له انا ما عملتش حاجه غلط. ساعتها بقى راح قايل لي بقول لك ايه، لما انزل اجازه مش عايز اشوف ولا شعر على راسي. قلت له يعني ايه؟ قال لي زي ما قلت لك كده، مش انت بتقولي الجو حر ومش طايقه الطرحه، خلاص وكوني طالق مني بالثلاثه لو ما حلقتيش شعرك زيرو عشان تتادبي كده مع نفسك في غياب جوز وعشان تعرفي ترد كويس. انا بجد مصدوم ومش مصدق اللي حصل، وازاي يتكلم معايا بالطريقه دي ويطلب مني اعمل كده وانا عمري ما هعمل كده ولو فيها طلاق حتى. بس المشكله دلوقتي اني بحب جوزي قوي وعايز حل عشان اطلع من الورطه دي ومش عارف اعمل ايه، فياريت تنصحوني في التعليقات.